الو، اهلا وسهلا. شنو امورك يا ولد مبارك؟ ايوه اهلا وسهلا. ازيك يا زين العرب؟ ازيك امورك كيما وخيك. قول لي شنو يا ولد مبارك، شنو يا اخي؟ هي وسرقت الخطاب. قلت ايه؟ سرقت لك خطاب؟ انت بتحاسبني على خطاب يا زين؟ طب روح حاسب نفسك على اللي سرقه من بلدك. بالله وتسمع فيا في الكلام يا ولد مبارك. يا ولدي اسمعني واسمع نصيحتي يا ولدي. افصع من الاول، راهو زايد الخطاب. اسمعني افصع خير لك، راهو خطاب باش يا سيدي بلبزها. ارجوك يا زين ما تخلي نصيحتك عندك، انصح نفسك. انا اقدم منك في الحكم، انا 30 سنه، انت صغير في الحكم، انت 23 سنه. شو وليد حاجت فيا كناش من عام. انا 23 سنه والحمد لله. لميت وانا ما تهزمش تلم وانت في 100 سنه. الحمد لله. انا كنت عندي انساب يهزوا معايا. اما شوف روحك انت، ابكي على روحك. اوكي يا زين العرب، انا فهمتك وفهمت الجميع. يلا قول لي. الحمد لله انت خبرتك كبيره في الهروب. طب قول لي اعمل ايه ارجوك؟ صح. هكا ساعة كلامي يعني عندي تجربة بقى. أول ما تعمل توا تمشي تخرج وتحط جماعتك هما في الحكم، فهمتني؟ قول لي محضر أنت ميليشيا غادي ولا ليه؟ ميليشيا؟ أيوة عندي ميليشيا. أنا مكلم الواد علي الصنباطي تبعي بتاع الأمن الرئاسي، قال لي هيفتفتهم جميعا. باي اسمعني يا صنباطي باي. وقول لي جماعة ناس هديم بتاع مصر باهين، عامل لهم لهواز السيرفو باش تمشي يقعدوا ديما يعيطوا باسمك ولا؟ ايوه يا زين انا عندي الارسدين، وبعد خطابي الاخير خرجوا للقاهره وكل المدن المصريه بالسيارات وبالمزامير وكله بيغنوا باسمي. يا ولد مبارك غلطه عملت هذيك. ما كانوش خرجوا يزمروا بالكلام. راهو الشعب فايق بها. كان عملتها في تونس وفاقوا بها. انت الغلطه الكبيره اللي عملتها. انا على الاقل قلت لهم فهمتكم. انا عندي 10 ملايين شعب. اما انت قلت لهم فهمتكم 80 مليون. باش يفهمهم. طب الحل ايه يا زين دلوقتي؟ شنو قلت لي شنو الحل سهل. سيب روحك واضحه. زايد الحكايه. حكايه الحزم وفهمتكم. راهو زايد يجي هنا في السعوديه والفرش موجود وبالاخر اهرب بجلدك. قلت ايه يا زين؟ اجي للسعوديه؟ يعني انا حصير مخلوع زيك؟ مش حصير انا رئيس مصر؟ يا ولد مبارك ما عندناش حل اخر. لازمك تهرب بجلدك. اعمل كيف يعني؟ هكا تخلع تاني وتكمل تخلع انت ما عادش يقولوا لا نهارك زين لا نهارك مبارك. أيها المواطنون أيتها المواطنات، وراس لحنينا لن أعود. سايس خو